أهلا بحضراتكم. نبدأ بالصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مع أحداث فيلم جديد لأبطال هوليوود. فيلم هندي رائع ومؤثر جدا. أرجو لكم الاستمتاع بملخص الفيلم والتعليق عليه. أترككم مع أحداث الفيلم. دمتم في رعاية الله. سلام عليكم. بيبدأ الفيلم بلالا، واد طيب وغلبان، ودي مدينة بوكا الهندية، وعنده 4 اخوات بنات بيجري عليهم وشقيان عليهم ليل ونهار عشان يجوزهم. جال التليفون قال له الحق جه عريس لاختك. جري المعلم لالا وخد شوية حلويات ودخل على البيت. قابل اخته دورجا التخينة قال لها خس شوية في شلة. وبعدين دي لوكا الجميلة السمراء اللي مفيش حد بيقرب منها. دخل على اهل العريس بيرحب بيهم ويديهم الحلويات. كل يا عم عشان يملى عينهم. ودي اخته العسولة الجميلة غياتري اللي جاي لها العريس عمال يمجد فيها ويمدح فيها. واللي احنا منعرفوش ان العروسة هي اللي بتدي المهر. اهل العريس عمالين يقولوا له عايزين 120 و130 الف روبية، وصلوا ل 200 الف روبية. وحصلش وفاء، وابو العريس مش راضي ينزل المبلغ وخد بعضه ومشي. واخواته البنات عمالين يتقاتلوا على الحلويات. حاجة مسخرة. بيقول لاخته غياتري انا هجوزهم ازاي واخلص منهم امتى. ودي سيبنا حبيبته اللي هو يميت عليها. ابوها بقول لك ايه، انت قدامك 6 شهور بس عشان تتجوز بنت. قال لك جوازها فين؟ مش متجوز اخت البنات الاول؟ قال لي ماليش فيه، هي هتعنس جنبك ولا ايه؟ اخواته البنات شايفين الدنيا، وهنا بيفكر وافتكروا امه لما كان بتوصي على اخواته. غياتري عماله تقول له هتعمل ايه يا اخويا؟ طب حتى لو انت جوزتني هتعمل ايه في الباقي؟ قال لها ما تقلقيش، خليها على الله. خارجين الصبح واخدهم على الفيسبا بتاعته الجميله. العيال عمالين يعاكسوا البنات ويتريقوا على اخت دورجا التخين. قال لهم روحوا انتوا كده وانزل لهم. راح يطلع غله فيهم وقعد يضرب فيهم ضرب خفيف، مش الضرب الهندي اللي احنا نعرفه، من غير طيران ولا حاجه. وقعد يقول للناس اي حد هيعاكس اي بنت هطلب ان هو يتجوزها. المعلمه سيبنا ماسكه فيه بتقول له ارحمني بقى، انا هتجوز معاك، هتجوزك امتى؟ رد عدالة مش هتمشي. قال لها اصبري عليا ان شاء الله هيتجوزوا ويسمعوا الكلام وينفذوا اللي هقول لهم عليه. قالت له مش هيسمعوا حاجه وعمر ما هنتجوز كده. اخلص يا عم الحاج في ليلتك السودا دي والا مش هتشوف وش تاني. وثبات ومشي. خدهم وراح مكتب الجواز وقاعدين سوا. كانت معاهم سيدنا كمان. ودي المعلمة قاعدة بقول لك ايه، انا هجيب لك عرسان بس هتدفع الواحدة 200 الف روبية. لازم البت دورجا دي تخس. البت لوكا دي تدي وشها كريم عشان سمرة قوي. البت صرصور دي تلبس لبس بنات مش نافعة. فهمتني ولا ما فهمتنيش؟ راح يجيب قرض من البنك ما توافقش عليه. واحد قال له ارهن المحل بتاعك وخلاص وخد مكانه فلوس. هو شغال ليل ونهار عشان يجوز اخواته البنات. راحوا قالوا له ما تقلقش هنعمل كل اللي هتقول عليه. بدأ يدهن وش اخته لوكا كريم عشان تبيض شوية، واخته صرصور لبست لبس بنات اتخض منها. ودورجا عمالة تجري عينها عشان تخس مفيش فايدة. هو مطحون شغال وطلع عين اهله ليل ونهار. خارج هنا رايح مكتب الجواز الصبح. قالت له المعلمة خلي بالك اختك غياتري جالها عريس. ماشي بقى مش مصدق نفسه من الفرحة. يا هبل ما كده هي أجملهم وهتتجوز. قال لها يا أختي مبروك جالك عريس. وعمال يفتكر بقى في ذكرياتهم الطفولية مع بعضيهم. مبسوط جدا وسيبنا مبسوطة وعمال يرقص بقى يخلص من واحدة. وهنا عمال هو كمان اللي يزوقها. وجالها عريسها على الحصان الأبيض وأخوها لالا شايلها على إيديه وبيديها لعريسها. تمت مراسم الفرح وخدها في حضنه وعمال يبكي من فراقها. وبيزق عربية العريس الكحيانة عشان تروح على بيتها. وقاعد لوحده حزين وبيبكي. جاء من معلم مفرق الجماعات وهادم اللذات أبو سيدنا. قال له خلي بالكم مش هتتجوز بنت في يومك ولا في نهارك ولا في سنتك. ده مش أخوهم أصلا، ده واحد كانت أمه ميتة وهم لقوه واتربى مع البنات دي وعمل نفسه أخوه. البنات جريوا عشان يضربوه وهو عمال يعيط ويفتكر بقى ذكريات امه كانت ميته. وجات له البت غياتري وقعدت جنبه وتاخد بخاطره. ومن ساعتها هو اتربى معاهم بقى زي اخوه. ايه القصه يا عم الحاج؟ يعني هم اخوات عادي يعني.
خدهم في حضنه وعمال يبكي، قال له ما تقلقش يا اخويا، هنعمل لك كل اللي انت عايزه، ربنا يقويك عليه. جات له المعلمه في مكتب الجواز، قالت له انا جبت 2 عرسان واخواتك البنات، بس بتلعثموا في الكلام ما بيعرفوش يتكلموا. لا مش هينفع، مش هوافق. بيتصل بالبنات اللي بياخد رايها، لكن بتجتمع معاهم عشان يشوفهم ما شاء الله عليهم ما بيتكلموش خالص، كل كلامهم واقع، الحروف ضايعه، كل ما يتكلموا يقطعهم عشان اخوات البنات ما ياخدوش بالهم. انت عاجبك يا عم درجه، ما جوزها واخلص يا عم. كلموا ما يتكلموش، ايه المشكله؟ خدهم بسرعه ركبهم العربيه عشان اخوات البنات ما ياخدوش بالهم، قال لهم وافق عليهم لو سمحت. استغربوا جدا من تصرفها. المعلمه سيبنا جالها عريس، ابوها قاعد معاه. راح المعلم لالا لابس نقاب عشان محدش ياخد باله منه، دخل على ابوها قال له والنبي يا عم الحاج اديني فرصه تانيه. قال له مفيش فرص، الله يخرب بيتك هتوقف حالي. راحت سيبنا قالت له مش هسيبك وهفضل جنبك طول العمر، بس ارجوك حاول انك تقرب المسافات شويه. راحت لابوها قالت له مش موافقه على الجواز يا جن. جه المعلم لالا الصبح قال لاخواته انا مسافر في مأموريه ومهمه، وخدهم في حضنه بيودعهم وعمال يبكي. ايه القصه؟ المعلم مسافر رايح المستشفى عشان يبيع كليته، كان قال لاخته غايات لما جوزك اخلص منك على خير، هتبرع بكليتي واجيب فلوس عشان اخواتك البنات يتجوزوا. واتفق مع الدكتور على الفلوس تمام. هو في اوضه العمليات خلاص، وصاحبه واقف قدام البوت حزين على اللي بيعمله في نفسه. عمل العمليه ونجحت وقام ومغطي نفسه وجرحه وقفل قميصه وبيتركز على صاحبه ورجع البيت. دخل البيت يا دوب جاله تليفون، الحق اختك غياتري في مشكله. جه المعلم لالا وعمال يبكي ونسي الجرح بتاعه. قابل الناس ولقى عربيه البوليس والناس ملمومه. اختي فين يا جماعه ارجوكم؟ لقاها مرميه على الارض وميته. عملت المعلمه غياتري انتحر. ليه؟ حاجه تجن. هو عمال يدور عليها زي المجنون بعد ما شافها حتى مقتوله او ميته او منتحره عشان كان اهل العريس عايزين منها تلاجه، مرضتش تقول لاخوها لالا عشان ما تجرحوش، فانتحرت الهبله عشان تلاجه. الجيران عمالين يقولوا له ده عالم ما عندهاش قلب. قعد يعيط جنبها هو واخواته البنات وشالها على ايده عشان يروح يدفنها. قمة الحزن والأسى، الله يحزنكم بحزن منكم لله. وعمال يفتكرها وهي نايمة قدامه هنا، وجهز الدنيا كلها عشان خلاص بقى بعد الحزن كله يعمل ايه؟ هيروح طبعا هيحرقها بجاز. عمال يفتكر في ذكرياتهم مع بعض مبطلش تفكير، وخدها جنبه كده وولع فيها بجاز. وخلاص خلصت مراسم الجنازة. رجع قدام المحل بتاعه عمال يقول للناس ارحموني يرحمكم ربنا. ليه أهل العريس بيطلبوا مهر كبير من العروسة؟ اتقوا الله يخرب بيوتكم. أختي راحت بسبب موضوع زي ده، وانتوا هتعملوا معايا ايه؟ قالوا له ما تقلقش يا اخويا، احنا هنسمع كلامك وهنعمل لك كل اللي انت عايزه. قال لهم اتعلموا بعد كده الشباب هم اللي هيجروا وراكم. سابنا بتاخده في حضنها قال لها روحي شوفي مصلحتك يا باشا، انا كده ما عدتش نافع، سيبيني في حالي. واخواته البنات جمعوا الكتب قال خلاص هيتعلموا، وعمالين يبكوا ويعيطوا على اختهم غياتري. المعلم نايم، راحت له المعلمه سابنا الصبح، رمت الميه في وشه وقالت له قوم يا فاروق ده بتاع البرقوق، انا مش هسيبك ولازم تتجوزني، انت هتتخلى عني ولا ايه؟ قال لها يا ماما روحي لابوك بدل ما ينتحر زي اختي، احنا خلاص كده قصتنا انتهت مع بعض. وفعلا سابته ومشيت. الواد لالا زعلان وحزين، وهي ماشيه في الشارع حزينه وعماله تعيط. مرت الايام وفعلا جالها عريس وخطبها، والمعلم لالا هو اللي بيقدم المعازيم الحلويات والمشروبات، وكمان بيتزوق وبيلبس الحته اللي على الحبل عشان يروح يحضر فرحها. ساعه ما شافها حزين جدا. قاعده المعلمه في مراسم الفرح، ابوها قال لها بقول لك انا ضميري صحي، قومي من جنب العريس الفقري دوت ولازم تتجوزي لالا، مش هسامح نفسي لو جوزتك الواد ده. وقفت في وسط المكان قالت له يا لالا بتاع البلاله، انا خلاص مش هسيبك، انت هتسيبني يا خبطاته في صدره. قال لها عمري ما هسيبك، وخدها في حضنه وانتهت الدنيا. فرقعوا العريس اللي كان قاعد، واخته جالها عريس وجوزها، واخته التانية اللي هي دردة التخينة بقت محامية ما شاء الله عليها، وجابت له واحد اتعرف عليه وكمان بتترفع في المحكمة، خسر كل القواضي واتجوزت هي كمان وخلص منها. مفاجأة، المعلمة صرصور راحت الشرطة، ما ينفعش معاها الشرطة يا جماعة، مبسوط بيها وخلاص اتخرجت هي كمان، وعرفته على صديقها اللي هيتجوزها.
أحلام وردية. والمعلم لولا خلاص كبر وشعره بدأ يبيض، وركب الحصان الأبيض عشان يروح للمعلمة سمنة ويتجوزها. ودي كانت نهاية الفيلم. أرجو أن تكونوا قد استمتعتم بملخص الفيلم والتعليق عليه، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. دمتم في رعاية الله. باي يا بشر.